بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. مبارك عليكم الشهر الفضيل، كل عام وانتم بخير. نتحدث أول عن مباراتنا مع الإمارات. الكل يعلم انها مباراة صعبة طبعا. المنتخب الإماراتي جاهز وقوي، خارج من بطولة كأس آسيا على استعداد جيد. لاعبي في الدوري الإماراتي دوري منتظم ومستدام، لا زال مستمر الدوري الإماراتي، بعكس المنتخب اليمني، عكس الدوري اليمني الذي انتهى قبل فترة قصيرة. ولكن هذا لا يمنع من المنافسة والطموح الكبير بتحقيق نتيجة إيجابية للمنتخب اليمني. طبعا نحن الكل يعلم أن المعسكر القصير كان في صنعاء حوالي 3 أسابيع أو أسبوعين. الكل يتساءل لماذا لم نلعب مباريات. المدير الفني طبعا قد طلب من الاتحاد تنظيم وإقامة مباريات دولية ودية مع منتخبات عربية قوية، لكن للأسف الاتحاد تواصل مع المنتخبات ورفضت الدول أو الاتحادات إقامة مباريات ودية معنا لكونهم مشغولين في برامج خاصة بهم، فتعذر إقامة مباراة ودية بسبب انشغال المنتخبات العربية في برامجها الخاصة. والكل أيضا يتساءل لماذا لم نلعب مباريات في صنعاء ودية. طبعا وجهة نظر الكابتن المدير الفني الكابتن نور الدين ولد علي بأن جميع اللاعبين المميزين في صنعاء موجودين في المنتخب، حوالي من كل نادي تقريبا 6 أو 7 لاعبين موجودين في المنتخب، يعني فما فيش فائدة فنية بالنسبة للكابتن بأنه يلعب مباراة ودية مع نادي أفضل لاعبين موجودين في المنتخب. لذلك يفضل الكابتن إقامة مباراة ودية دولية للفائدة الفنية للمنتخب. طبعا احنا نستعد الآن في الخبر، في مدينة الخبر، في بطولة يعني في معسكر يعني قصير جدا، حوالي أقل من أسبوع، الاستعداد للمباراة القادمة إن شاء الله في الذهاب في أبو ظبي. بإذن الله نحقق ما نريد ونسعد الشعب ونحقق الطموحات التي نطمح إليها. الجهاز الفني يشتغل على برنامج كبير وعلى أسلوب خاص وعلى تكتيك خاص لمواجهة الإمارات، وإن شاء الله اللاعبين يطبقوه بحذافيره من خلال قدراتهم وإمكانياتهم الفنية والبدنية والذهنية. ونتمنى من الله التوفيق والنجاح في المباراتين القادمة، وهي بداية مشوار صعب لنا، لكن نتمنى أن نتجاوزها بطموح الشباب ودعواتكم ودعوات الجماهير اليمنية لنا. إن شاء الله بإذن الله نحقق ما كل ما يعني نتمناه ويتمناه الشعب اليمني بإذن الله. وكل